كابتن محمود رمضان، بنحب نرحب بيك في موقع اتحاد.com، موقع جماهير نادي الاتحاد. واحنا طبعا سعداء جدا بانضمامك لقضيه نادي الاتحاد السنه دي. نادي الاتحاد اسم كبير، اسم عريق. عايزين نعرف اكتر عن الكابتن محمود، بدايته فين والانديه اللي لعب فيها لغايه وقتنا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول مبروك نادي الاتحاد على وجوده في الدوري الممتاز، دي اول حاجه. تاني حاجه، السنه اللي فاتت دي انا عايز اطلب من جمهور نادي الاتحاد ان هو ينسى السنه اللي فاتت خالص للعيبه، ويبدا صفحه جديده ان شاء الله مع كل اللعيبه اللي موجوده اللي كانت قدام وجداد، واي لعيب جديد داخل نادي الاتحاد المفروض خلاص ان هو بقى من اسكندريه ومن البلد. دي اولا. تاني حاجه ان شاء الله دي بدايتي، انا كانت مع النادي الاهلي الموسم لمده 8 سنين، لعبت منتخب مصر ناشئين الشباب، وبعد كده انتقلت لبتروجيت لمده 3 مواسم، وبعد كده صعدت معاهم الدوري الممتاز، وبعد كده رحت لعبت في نادي انبي موسم واحد، بعد كده انتقلت منه لمنتخب السويس سنه، وبعد كده البترول اسيوط في الدوري الممتاز برضه سنه، وبعد كده اسمنت السويس، وبعد كده نادي الاتحاد الحمد لله يعني ربنا اكرمني، وبحسن حظي يعني انا جبت نادي كبير زي نادي الاتحاد ما يقلش حاجه عن النادي الاهلي ولا نادي الزمالك. طموحاتك ايه ان شاء الله مع نادي الاتحاد السنه دي؟ ما اكذبش عليك، مش هوعد النادي الاتحاد اول سنه ببطوله، لان طبعا كانت الظروف السنه اللي فاتت كانت صعبه، بس يعني نوعد لجمهور نادي الاتحاد ان احنا ان شاء الله في الكاس هنوصل لاقصى مرحله لحد يعني من الاتحاد ان الجمهور يبقى راضي عننا. دي بالنسبه ان شاء الله للكاس. الكاس هتبقى بدايه لينا للدوري. الدوري ان شاء الله طويل 20 فرقه، فلسه طويل. كان زمان لو عاد على 30 نقطه دلوقتي ممكن على 50، فالموضوع لسه بعيد، لسه قدام وقت كبير ان شاء الله. ففي ظل تواجد جهاز فني مثل الكوتش ماكينة اسباني، ايه توقعاتك للسنه دي؟ هل هيبقى في سنه جديده لنادي الاتحاد؟ هل مش هينافس على الهبوط زي كل سنه؟ لا، هي بدايه كويسه طبعا من الدكتور عفت، لان هو ابتدى بدايه كويسه جدا، ان هو جاب لك راجل مدرب اسباني، دي بتدي عدل شويه للعيبه، عكس المدرب المصري دلوقتي بيبقى عنده افضليه شويه، بيبص اللعيب من ناحيه النجوميه، انما عنده المدرب الاجنبي عايز اللي يكسبه، عايز اللعيب اللي عنده روح. جمهور نادي الاتحاد عايز النوعيه دي من اللعيبه، مش عايز لعيب انا اسمي ايه، لا، هو عايز لعيب انا دلوقتي انا بأدي ايه دلوقتي. فالراجل الاجنبي ده اللي يهمه ان الراجل يبقى كويس هيلعب، كويس هيلعب، فدي برضه حاجه مطمنانا يعني. محمود، ده مده العقد بتاعك قد ايه؟ مدى الحياه. مدى الحياه. مدى الحياه نادي الاتحاد. احنا طبعا بنشكرك مره ثانيه على انضمامك لنادي الاتحاد، وان شاء الله بالتوفيق ليك وممكن اتحاد كله بوسط. مبروك لينا ومبروك لجمهور نادي الاتحاد، مبروك على اللعيبه المحترمه اللي جابها، مجموعه لعيبه محترمه جدا، واللعيبه هترد ان شاء الله في الملعب ان شاء الله.